فشل صفقه انضمام ابننا المصري ابراهيم عادل لاختفي الاسباني. صلي على النبي وتعالى اقول لك ليه اختفي الاسباني عرض على بيراميدز انضمام ابراهيم عادل على سبيل الاعاره لمده 6 شهور مقابل 150 الف يورو. بس قبل ما اكمل لك انا شايل لك مفاجاه كبيره جدا لابراهيم عادل في اخر الفيديو، مع وضع بند احقيه الشراء ب 2.5 مليون يورو. ومش بس كده، ده كمان حط نسبه 40% من اعاده بيع اللاعب. وفي رايي الصفقه مربوحه لبيراميدز، لكن بيراميدز بتغالي في سعر اللاعب عشان كده اختفي ينسحب من الصفقه. وعشان ربك بيقطع من هنا وبيوصل من هنا، واللي على حسب كلام الصحفي الموثوق ديفيد اورنستين ان نادي ولفرهامبتون الانجليزي عرض على بيراميدز المصري انضمام ابراهيم عادل للفريق مقابل 7.5 مليون يورو. بس هنا انا عندي تعقيب صغير، في رايي بقيه الدوري الاسباني هتنفع شويه ابراهيم عادل، وخصوصا ان ابراهيم عادل من اللعيبه المهريه، يعني لعيب بيحب المساحات ما بيحبش يضيق على نفسه اللعب. الدوري الانجليزي هيبقى صعب على ابراهيم عادل، وخصوصا ان الدوري الانجليزي الوتيره بتاعته عاليه. ابراهيم عادل من اللعيبه اللي هياخد فتره عبال ما يتاقلم في الدوري، ولكن بالتاكيد كلنا امل ان يبقى عندنا لعيبه شبه محمد صلاح وعمر مرموش كتير في الدوري الانجليزي. وما تنساش تتابعني وتعمل لايك للفيديو.